الله يسعدك يا رب إن شاء الله. لا لا لا، مو بصحيح هذا الكلام. أول شيء يعني نسبة الزواج دائما الكويس يمشي يستمر. ما حد تسمعون عنه، ما نسمع عنه. ما حد ما يرسل لنا ناس ولا يتشكون ناس اللي يقول لك والله انه انا عندي انا حياتي كويسة ومبسوطة ومرتاحة، ايش رايك؟ خلاص مبسوطة ومرتاحة، انتهينا. ولكن دائما اللي يظهر للسطح هو المشاكل في اي موضوع ثاني، في اي شيء ثاني. دائما اللي يظهر المشاكل. ف وجز انه ما اشوف انه لا، في حياه، حياه زوجيه، وفي ناس متزوجين مبسوطين وعايشين حياتهم ومستقرين ومتفاهمين وسعيدين، في مليان. ولكن اللي يظهر واحيانا المجتمع اللي حوالينك يتوقع انه كل الناس تسوي تعميم. لا، ما في سلكت اول. هو الشيء الثاني، الزواج، كلامك انت، المشاركه والمعاونه، هذا اللي نبيه احنا بالزواج. الزواج الزواج سر، يعني أول عمود في الزواج هو الاحترام. ولما نتكلم عن الاحترام، احترام الشخصية، احترام الأفكار، احترام الرغبات، احترام بعض الأشياء اللي ما تضرني أنا، اللي ما تسيلي أنا والبيت، أنا وعيالي، سواء كزوج أو زوجة. تصير في حد معين، ما تسيلي قايم بواجبي وقايم فيني ومسوي في احترام لخصوصيتك، لرغباتك، احترام لافكارك، احترام لهواياتك، احترام، بس مو على حساب الاخرين، مو بحساب انك انت تقصر معي ولا تاذيني نفسيا وبعدين تجي تقولي والله انه لا خصوصيه. لا، الاحترام متى ما وجد. لا، الشيء الثاني المشاركه والمعاونه. شيلني واشيلك، لا ندقق على بعض، مو معقوله. انت استقعد لك واستقعد، انت ما سويتي، انت ما سوي، انت سويتي، انت فعلتي، عشان كذا انا بسوي لك. لا، نسلك ونمشي ونكبر روسنا.